ميناء الناظور غرب المتوسط، بوابة المغرب الجديدة نحو العالم. في قلب البحر الأبيض المتوسط وعند مفترق طرق القارات الثلاث، تشيد المملكة المغربية أحد أضخم المشاريع المينائية واللوجستية في أفريقيا والعالم المتوسطي. ميناء الناظور غرب المتوسط يمثل هذا الصرح الطموح أكثر من مجرد حوضاً لاستقبال السفن، فهو رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للمغرب وتحويله إلى محور تجاري ولوجستي عالمي، يفتح آفاقاً جديدة للتجارة الدولية في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية عالمية متسارعة. مشروع ضخم برؤية مستقبلية أكثر من مجرد ميناء. انطلق المشروع كاستجابة لطموحات المغرب الاقتصادية وكمحفز رئيسي للتنمية الجهوية، فهو ليس ميناء تقليديا بل منصة اقتصادية متكاملة تدمج بين منشآت مينائية عصرية قادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات وناقلات البضائع والمواد الطاقية، ومنطقة صناعية ولوجستية شاسعة مصممة لجذب الاستثمارات الصناعية التحويلية ومراكز التوزيع العالمية، وبنية النقل المتطورة تشمل شبكات طرقية وسككية حديثة تربط الميناء بقلب أوروبا عبر مضيق جبل طارق وبأسواق أفريقيا جنوب الصحراء. تتكامل هذه المقومات لخلق حاضرة اقتصادية كاملة تضع شمال المغرب على خارطة الاستثمار الدولي، وتدعم توجه المملكة نحو تعزيز اقتصادها البحري ورفع تنافسيته. موقعاً استراتيجي، جغرافيا تصنع التاريخ. يكمن سر القوة الكامنة لهذا المشروع في موقعه الفريد، فهو يقع على مسافة قصيرة من واحدة من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، التي تصل أوروبا بأفريقيا وآسيا والأمريكتين. هذا القرب يمنح الميناء ميزة تنافسية حاسمة تتمثل في تخفيض زمن وتكلفة الشحن مقارنة بالموانئ التقليدية، خاصة بالنسبة للتجارة بين أوروبا وغرب أفريقيا. التموقع كمركز إقليمي لإعادة التوجيه والتوزيع Transshipment Hub يجذب خطوطاً ملاحية كبرى تبحث عن محطات فعالة في المتوسط. الربط المباشر مع الشبكات التجارية العالمية مما يجعله بوابة مثالية للصادرات والواردات المغربية والدولية. دعامة للأمن الطاقي والتحول الأخضر. يتجاوز دور الميناء الجوانب اللوجستية والتجارية التقليدية ليصبح ركيزة في استراتيجية المغرب الطاقية، فقد تم تصميمه ليكون منصة متخصصة لاستقبال وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز أمن إمدادات الطاقة ويوفر بدائل متنوعة للمملكة. مركزاً داعماً للاقتصاد الهيدروجين الأخضر الذي تستثمر فيه المغرب بقوة ليكون مصدراً رائداً لأوروبا. ستوفر المنطقة المجاورة مساحة حيوية لإنتاج وتخزين وتصدير هذه الطاقة النظيفة، دافعاً للصناعات الخضراء من خلال جذب استثمارات في مجال الطاقات المتجددة والتقنية النظيفة. فتح آفاق جديدة للتجارة الدولية، إعادة تشكيل مسارات التفلقات العالمية. في عالم يشهد تحولات في سلاسل التوريد العالمية، يظهر ميناء الناظور كبديل استراتيجي جذاب، فهو يقدم حلاً للعديد من التحديات التي تواجهها الشركات الدولية. تنويع مسارات الإمداد بعيداً عن المناطق ذات الاضطرابات الجيوسياسية أو الازدحام الشديد. تقليص التبعية للممرات البعيدة وتقديم خيار أقرب جغرافياً وسريعاً للسوق الأوروبية الضخمة. خلق ممر تجاري جديد إفريقي أوروبي يعزز التبادل جنوب-شمال ويفتح أسواق القارة الإفريقية بشكل أكبر. من المتوقع أن يصبح الميناء نقطة عبور رئيسية، ليس فقط بين ضفتي المتوسط بل بين أفريقيا والعالم، معززاً بذلك مكانة المغرب كشريك تجاري لا يمكن تجاوزه. محفز للتنمية الشاملة، جذب الاستثمار وخلق الثروة. يشكل المشروع محركاً تنموياً قوياً على عدة مستويات: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعة، السيارات، الطيران، الميتالورجيا، اللوجستيك المتقدم والخدمات المينائية. خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات البناء والتشغيل والنقل والخدمات الصناعية، مما يمتص البطالة في الجهة. تطوير البنى التحتية المحلية من طرق وجسور وشبكات اتصال، مما يرفع من جاذبية شمال المغرب ككل للاستقرار والاستثمار. تنويع الاقتصاد الوطني والحد من التمركز الاقتصادي في المحور الدار البيضاء الرباط عبر خلق قطب تنموي جديد. التحديات والرؤية المستقبلية. رغم ضخامة الفرص،
فإن الطريق لا يخلو من تحديات أبرزها ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وجذب الخطوط الملاحية الكبرى لضمان الجدوى التجارية وتطوير الكفاءات البشرية المحلية لتشغيل هذه المنشآت المتطورة والتكامل السلس مع الموانئ المغربية الأخرى لخلق نبية مينائية متكاملة. خاتمة: مشروع يرسم مستقبلاً واعداً. ميناء الناظور أرب المتوسط هو أكثر من مشروع بنية تحتية، إنه بيان طموح بمستقبل اقتصادي مغربي أفريقي متين. إنه تجسيد لرؤية تجعل من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب رافعة حقيقية للنمو والازدهار. بدمجه بين القدرات اللوجستية الفائقة والتركيز على الطاقات المستقبلية والرؤية التصنيعية، لا يفتح هذا الميناء آفاقاً جديدة للتجارة الدولية فحسب، بل يعزز بشكل جوهري مكانة المملكة كفاعل اقتصادي رئيسي وجسر حيوي يربط القارات ويدفع بعجلة التنمية في المنطقة المتوسطية والأفريقية نحو آفاق أرحب. إنه بوابته الجديدة نحو العالم، وعالم جديد يفتح أبوابه على المغرب.